ليش عدسة السوني ال24 ال105 تعتبر الأفضل للاستخدام اليومي؟ أنا أسامة الفارسي أقدم محتوى عن التصوير والسفر. هذه العدسة مناسبة للتصوير بشكل يومي إذا كنت أنت من محبين السفر أو مصورين لوجات وتريد عدسة واحدة تكفيك لأكثر عن نوع من التصوير، فكل ما عليك أنك تستخدم هذه العدسة. هذه العدسة بتجيب ببعد بؤري 24 بعد يعني 24 تكون عدسة واسعة، و105 تكون لقطات قريبة أو للتصوير البورتري. طبعا تيجي فتحة العدسة فيها F4، وهذه عدسة تعتبر فتحة العدسة فيها ثابتة ما تتغير، تقدر ترفعها لل22 للF22. فوق هذا كله هذه ألوانها جميلة، تجي من مش الجي ماستر، هذه من السوني اللي هي فئة الجي، وتعتبر عدسة حادة نفس الشيء في التصوير على أساس أنك تعطيك ألوان مناسبة وجيدة. وزنها 660 جرام، يعني خفيفة إذا كنت تريد تشيلها في شنطة السفر أو لاستخدام يومي، تعتبر عدسة خفيفة ومناسبة. طبعا سعرها الحين يختلف ما بين بايع وبايع وما بين بلد بلد، تقدر تشيكها عن طريق طبعا فيها يجي معنا اهتزاز بصري داخلي في نفس العدسة، يعني يكفي ان مثلا الكاميرات سوني فيها مانع اهتزاز، ونفس الشيء العدسة هذه فيها مانع اهتزاز اللي هو يسموها OSS اللي هو Optical Steady Shot. خلاصة إذا كنت أنت تبحث عن عدسة تغطي لك أكثر عن زاوية بالتصوير، كل ما عليك تاخذ هذه العدسة.